السلام عليكم يا صديقي، أول فلوج لينا هنا على القناة. فكرت كتير أبدأ بإيه، ولقيت إن مفيش أحسن من توثيق خطوة حقيقية ومهمة في طريقي كمدرب، وهي يوم امتحان البراكتيكال في داس أكاديمي. لخصت لكم المشوار كله في الكام دقيقة دول. أي نعم مش عاجبني أوي، بس أحسن من مفيش، واللي جاي أحسن وأقوى إن شاء الله. يلا بينا يا شباب نشوف اليوم ماشي إزاي. لا تكسل. لماذا ينصحك بألا تكون كسولا؟ قال لك فما أبعد الخير على أهل الكسل. لا يصيب الخير الكسول، لا يصيب الخير، لا يصيبه، لا يدركه. ما أبعده، يقول هو فما أبعد الخير على وجه التعجب. اشتد البعد بين الخير وهذا الكسول. وهذا الشيء يعني كان العلماء يعرفونه ويوصون به، أن من أراد سلوك سبيل العلم فلا بد من الاجتهاد. إذا كان لا يجتهد، إذا كان يؤذيه حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيه حسن زمان الربيع، فأخذه للعلم كل متى. كان أحد شيوخنا يقول: أتعب قدماك فإن تعبا قدماك، ما بيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب الأفضل. ربنا سبحانه قال ليحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. بقوة. أما الأخذ الفسل، الأخذ الهلهل المترهل، هذا لا ينفع. هذا لا ينفع، صاحبه يضيع الوقت، يضيع الوقت. هذا أخذه بعض الشعراء يقول: اعكف على الكتب وادرس تحز فخار النبوة، فالله قال ليحيى خذ الكتاب بقوة. يريدون إدراك العلوم رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل، ومن يطلب الحسناء يسخو بمهرها، وطالب شهد لم تخفه اللواسع. ما أبعد الخير على أهل الكسل. إذا كنت أنت ترى أنه لا بد لك لجسمك ليرتاح أن ينام 8 ساعات، وبعد ذلك لا بد من أن تفطر الفطور الطيب المناسب، ثم بعد الغداء لا بد أن تقيل قليلا، ثم بعد العشاء لا بد أن تسمر مع أصحابك وإخوانك، أنا أبشرك. قال جرير: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع، واهجر النوم وحصله، وحصل العلم بهجرك النوم. أنا قلت لك بدنك يحتاج، والله أنا يقول الأطباء إن أقل ما يمكنه أن ينامه الإنسان ليكون بدنه في راحة هو 8 ساعات. أنا أشك في أن هذا الطبيب كان ينام 8 ساعات لما كان هو يطلب العلم، علم الطب. ولو كان ينام 8 ساعات هذا لا يصلح أن تذهب إليه، يكون من حثالة الأطباء. يقول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من لثم غانية وطول عناق. يرى فيه لذة وتمايلي طربا لحل عويصة، أحلى وأشهى من مدامة ساق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. مستحيل هذا. لا، أنا أبيت أدرس، أنت تبيت نائما وفي الصباح مستوي. كيف هذا؟ اليزيدي أحد تلاميذ أبي عمرو بن العلاء البصري الإمام المعروف، دخل يزيدي على شيخه مرة وهو الشيخ يدرس على الطلبة، فسمعه يقول شيئا فأنكره، فقال اليزيدي لأبي عمرو بن العلاء كلاما فيه إنكار لهذا الشيء الذي يقال، يعني ما هذا؟ ما العرب لا تقول كذا أو لا يقول السلام كذا. عليكم. أنا بصور فلوج. بصور فلوج. استنى نقلبها زي كده. ماشي، تعالى نجيب ايدنا من هنا عشان ما تبانش. اول حاجه للكاميرا هذه كلها اي حاجه. مين دي اللي اقول لها مين؟ الكاميرا. اقول لها عايز اقول لك يا كاميرا ان انت احلى كاميرا شفتك في حياتي. يعني انا شفت كاميرات كتير في حياتي، اول مره اشوف كاميرا زيك. انا بتكلم حقيقي. بجد والله، فلوج بجد. ولا اي حاجه. بصوا يا جدعان، اهم حاجه رضا الوالدين. لو هاخد ابوك من كل وامك واحد كلمه هناك. لو ابوك وامك رضيوا عليك ايوه. ربنا هيرضى عليك، ولو ربنا رضى عليك هيديك كل حاجه انت عايزها في حياتك. شكرا. صورنا. اه. لا، الاولانيه كلافيكولا، دي كلافيكا. ماشي، الكلافيكولا هيد، والتانيه ستاينو كوستال هيد ماسكه في الاسترنم. الاثنين دول الاورجانين بتوعها. حلو. هتلاقي عندك بقى بعد كده الانسيرشن، هو انسيرشن واحد بس في في الهيومرس هنا. السلام عليكم. تعال. خلي كل واحد يقول كلمة.
استنى. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه سقطنا؟ امتحنتوا بجد والله؟ امتحنتوا؟ ماشي يعني بتقول ايه للكاميرا؟ هقول ايه للكاميرا؟ قول ان حاجه احنا للكاميرا. النهارده هناخد معلومات قد كده. انت امتحنت بجد؟ لا لسه اخش امتحن، بس الامتحان شكله كده. انت بتسلم عليا اللي انا جاي معاك. ده شكله كبير. ده شكله كبير. تحب تقول ايه يا للكاميرا؟ حبيبي والله. تحب تقول ايه للكاميرا؟ والله انا كويس إن انا شفتك قبل ما امتحن والله. تحب تقول للكاميرا؟ حبيبي يا كابتن نور، والله شرف ليا ان انت تبقى مسكت الكاميرا اللي المايك. جايبك. هو امتحن بقى. شرف نور يا كابتن نور، شرف نور يا كابتن نور والله. شرف نور يا كابتن نور. نور بس انا امتحنت غلط والدنيا باظت ايه مني. عملت ايه؟ قول لي الامتحان بقى. ما خلاص بقى عشان انا عايز اعرف. وراح يكفر على انت صح، هتخش وتستكشف بنفسك. تحب تقول ايه في الامتحان؟ والله يا كابتن نور فرصة سعيدة وإن شاء الله نتقابل في الشغل بقى إن شاء الله. تحب تقول ايه يا كوتش؟ إيه؟ قول اي حاجه. اي حاجه بس خلاص يا كده. باشا، ما تقلقش احنا مسيطرين. بجد الامتحان عامل ايه؟ انا ما دخلتش طب والله. مين اللي دخل طيب؟ ايه دخلت؟ ايه اللي حصل؟ قول لي بالله. صلي على النبي. بس ما تخش عشان هو بياخد من اللي جوه. سالني عن الباك، عضلات الباك. قلتها له. ماشي. تمام. بعد كده قال لي ايه هي عضلات الاكس سباين. ايه هي بقى؟ ماشي. قال لي ايه اسمهم؟ قلت له ما اعرفش، انا اسمهم بدون صعبين. بس بعد كده اصلا دخلني ما بقى مش كاتبهم لنا اصلا في المذكره. بعد كده دخلني في الكوادريسبس مم. والسكواد كوادريسبس حلو. والساجيتال بقى، والساجيتال بقى وكل الحاجات دي. بس مش جايبه صح؟ بس كده ما كملتش 3 دقايق وطلعت يعني. ان والامتحان شاء الله ان شاء الله يبلص. ان شاء الله. ان شاء الله ان يبلص. شاء الله انا متفائل بيك. متفائل بيا انا مالك؟ لا ما انت وشك سمك كده، فقلت في الأول شفتك. وده برضه دخل السؤال. انت دخلت؟ ايه الامتحان عامل ايه؟ الامتحان كويس هو بس المصطلحات تقيلة شوية، وهو ادينا وش خشب مخلي الدنيا صعبة شوية، والأخ بيتجاوب هيزنقك يعني هيزنقك. واحد كده هيزنقك. احمد قول حاجه لك. الو الو. قول حاجه. يعني اول حاجه اقول ايه؟ قول اي حاجه. قول اي حاجه قبل الامتحان. بتقول ايه؟ ان شاء الله هننجح. هننجح؟ عشان يبلص يعني؟ لا ان شاء الله يبلص يعني. ان شاء الله يبلص. جو تحب تقول ايه؟ يعني ان شاء الله الامتحان هيبقى حلو، كلنا هنعدي بخبره ان شاء الله، شهاده خبره ان شاء الله. يبلص يعني؟ يبلص. تحب تقول ايه كمان؟ ربنا يوفقنا ان شاء الله معرفة خير باذن الله. اقول ايه؟ قول اي حاجه. طب قول لي تعالى احلى بس الناحيه دي. تعالى الناحيه دي عشان ايه؟ عشان لا يا جماعه ان شاء الله كورس صعب جدا وهنسقط ان شاء الله. وتحياتي ليه النور. تقول ان شاء الله؟ ليه تقول ان شاء الله نسأل؟ يعني ليه طيب؟ قول اي حاجه للجماعه. صباح الخير، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يوم جميل وامتحان زي الزفت. ليه يوم جميل وامتحان؟ ليه يا جدعان انتوا كلكم متفائلين قوي كده؟ انا جاي من سفر متشائم متشائم. قول اي حاجه. انا بجيب ايه بلس يعني ولا مش راجع؟ لا ايه بلس ده؟ انا هجيب اف. لا مش فادي فولس. عم ماشي يعني. ربنا معاكم يا جدعان. ايه رايك في الامتحان؟ احنا الاثنين امتحنا مع بعض. الامتحان هيبقى جميل جدا ان شاء الله. كان لذيذ. الامتحان جدا. كان حلو لا ما فيش اي حاجه. اخي انا مش عارف. انا خايف والله، خايف من حوار بلس تموت. انا هموت واجيب ايه بلس. ايوه انا ما غلطتش الحمد لله. عايزين نجمع عشان انا عطشان موت. ما شربتش غير هو ميه قبل ما انزل، ما شربتش في الطريق خالص. تعالى نجيب ميه. ما اظنش ان الميه يطلعوا دلوقتي لسه. بس هو بيسأل في تخطيط الاحمال وبيسأل عندنا احنا الاثنين، بيسأل في الاثنين والله. استنى كده اجيب ميه. المتر غلى على فكره. انا اتفاجئت الصبح بقول له واحدة ب10 قال لي بقت 12. فين الميه؟ الميه فين؟ بس كده بس. استنى بسرعة بس بسرعة. سألك في ايه بسرعة؟ ها سألك في ايه؟ لا انا مش فاكر، قول هقول. بس قول. ها اول ما دخلت كان معايا واحد استنى. قعد ساله في حاجه ما عرفش يرد، قام سالني انا. ايوه. اكيد مش فاكر سالني في ايه وما عرفتش ارد. لا رديت قال لي تمام. مش اسمك ايه؟ محمد ايه؟ محمد عبد الحميد. كده يا ابني. المهم ايه، استنى بس هحكي لك بالظبط عشان انا المايك انت ماسكه فين؟ هقول لك سال في ايه بالظبط. سأل في ايه؟ قال لك اسمك ايه، بعد كده سال الوقت في حاجه، وقام سالني في الهيب. في الهيب فليكسور. قلت له سيس اسمها ايه؟ اول حاجه اسمها ايه؟
قلت له هم خمسه، اول واحده اسمها سيسوس، الثانيه اريكترس ماسل، ما اعرفش ايه، عامه في اتنين منهم مشتركين في الادابتر. قال لي طب تمام ماشي. بعد كده سال الواد التاني اللي معايا، ما ردش مين كان عليه. معاك؟ مش عارف، واحد تاني من المجموعه الثانيه. الواد مش عارف يعني يرد عليه خالص، فبيقول له طب قول لي السؤال بصيغه ثانيه. قام ساله في الايه، ساله قال له اعمل لي ايه اللانش. قال له يعني ايه؟ قال له الطعن. قام نازل قال له طب الطعن ده تحلل لي التمرين. الواد ما عرفش. وقال له في السكوات. يعني في السكوات فقال ساله سكوات وقال له طب حلل لي التمرين وقول لي ايه. ما عرفش. قال لي محمد اعمل لي سيتي ترو. قلت له بالباربل ولا بالقبضه العاديه؟ قال لي لا بالعاديه. قال لي تمام. قال لي حلل لي التمرين. قلت له التمرين ده كومباوند. التمرين ده كومباوند. الكود بتاعه ايه؟ الكود بتاعه قلت له آه اسمها ايه نسيت. قلت له هي ولا ترانسفير ولا اسمها ايه، ولا ترانسفير ولا انت الثانيه لا عملته ازاي وين كده؟ ولا ترانسفير اللي هي ساجيتال، هي ساجيتال. هي قلت له سجل. قال لي تمام ماشي. قال لي طب حلل لي بقى الني جوينت اكشن بتاعه ايه. قلت له اول حاجه قال لي ايه الالبو. قلت له الالبو البايسبس وال والكتف اللاتس. صح كده؟ يس. قلت له يا دكتور دي صح دي كده ولا كده مفتوحه كده تمام، مفيش كده 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 مفيش كده. كده تقريبا. قال لي طب والايه، قال لي الفيس بتاعتها ايه. قلت له في الايسنتريك صح. لا ابورد روتيشن، ابورد او داون وورد. قلت له في الايسنتريك. قال لي طب ركز. قلت له خير يا دكتور. قال لي تمام. قلت له ماشي السلام عليكم. ماشي، المهم عارف هو سالنا بقى في ايه؟ مش عارف بس تعالى أنا ثانيه كده جبت 50% نفسي. ثانيه، تعالى كده اقول لك انا ومحمود سالنا في ايه. بص يا سيدي، اول حاجه يا عم انجز عندنا اصبر صاله. اصبر يا عم، ماشي احنا بنمد اهو. جاء قال لنا اول حاجه على فكره احنا كده مش باينين كلنا. مش مهم. اول المهم اهو يلا طب كده هتبان. طب جيب بس كده ايدك هتبان. طب يلا طيب نت عشان ماشي. المهم يا سيدي، اول حاجه سالنا فيها السكوات. سالني في السكوات، قلت له تهت كده شويه في سؤال بلانتا فليكشن ولا اسمه ايه ده، والدوس فليكشن ده، دوس فليكشن وبلانتا فليكشن. تهت فيه شويه بس جاوبته يعني في الاخر. وسالني في لا انتوا شاطرين ما شاء الله. انا متاكد ان انتوا جاوبتوا على كل حاجه شاطرين ما شاء الله. كمان انتوا الاثنين داخلين مع بعض ايوه فصباح الفل. احنا الحمد لله جاوبنا حلو يعني، بس سالوا اكتر مني بشويه حلوين. انت بقى قولهم اللي هو يا حاج. طب قول لي يا حاج اقولهم، طيب انا حافظهم. لا كنت عايز اقول له طب قولهم لي انا حافظهم والله، انا عايز ايه بلس. اللي انا جاوبته ده صح؟ ايوه صح؟ بس أيوة. كده الحمد لله. قلت له يا دكتور تمام. قال لي تمام بس ركز. قلت له بص انا عارف اللي انت بتقول عليه بس انا بس متوتر شويه. قال لي تمام. قلت له بص هي انا بس المصطلح جايه من دماغي ولا فلتر ولا هي سجل. ايوه ان انا بقى كنت عمال اراجع الكلام ده لحد ما اخش. وشفت بقى سبحان الله لقيت ان احنا عمالين نحفظ فيها اول ما نسيتها اول ما انا اسمه بس ده انا قلت له الاسئله اول عندنا كانت حلوه حاجتين. جدا. هو قايل لي الثلاثه اللي بعدين قلت له اثنين بتاع ده في اثنين منهم بتاع ده يا اب ايه بلس يا اب ايه بلس. هو لو ايه بس مش هيحصل الطب صح؟ بس هتعيد عادي. انا لو جبت ايه هعيد. ينفع تعيد فيها؟ كابتن مؤمن قال ايه؟ لا ما هو اكيد مش هيرسموا علينا في الدرجات. هو بص هو المفروض اصلا ما يسالناش كده. ايوه هو يسالنا في التمارين. ايوه هو على فكره، بس عارف دكتور إن مؤمن إحنا قال هناخد إيه؟ هيسال ايه. هو انا عارف هناخد إيه بلس ليه؟ هو قال لك اعمل تمرين مع عملته؟ قال لك اعمل تمرين مع ايوه ثانيه. ما عرفش يعمله. طب هقول لك. هو سالني صح، هو سالكش في تمارين، سالك في اللات بول داون بس صح؟ سالكش في بس سالني انا في السكوات. انا عمال بقى اقول له هسالك. عمال اقول لك دورس فليكشن. لا بسال في حاجه تانية. هو بيسالك في الانت ايه اللي بيحصل في انا قلت دورسي صح. هو فليكشن لو اكستنشن وفليكشن فهو فليكشن. فهو دورسي. قال لي اعمل ست فلوس. تعمله ازاي؟ قال لي لا مش قلت له ماشي. رايح هنا قلت له بالباربل ولا بالمطبق؟ قال لي لا زي ما هي كده. لعبها لي. قال لي تمام حلل لي بقى التمرين. انت محلله لي. طالما انت لعبت التمرين صح هو هيديك ايه في التمرين. لا الخبره في الاجوبه اللي فوق التمرين. كان صح. ايوه انا عمال اقول هو اسالك في اللات بول داون، هو كده سالنا انا كمان اهو. هو كده سالنا انا كمان، خد بالك.
كم جاد من فضله قبل السؤال وكم والله هنزل على الفيس ولا ايه؟ على يوتيوب اكتب ما تنزلش حاجه، انا بقول لك اهو مش موافق اكتب اخد منك حقوق ملكيه. اكتب على اليوتيوب كوتش نور الدين او استوديوز نور الدين، هتلاقي اول قناه في وشك. اعمل لها اشتراك وهبعت لك هبعت اللينك على الجروب. تبعت لي 1000 جنيه؟ لا هبعت اللينك على الجروب. والله ما بدخل فلوس، والله ما بدخل فلوس. هتدخل بعد كده، ده لما طالما تلاقي الفيديو ده هتدخل. طيب ماشي. المهم انت خايف من اللي جاي؟ لا طبعا. اللي جاي ده قول ان شاء الله، قول ان شاء الله. يعني جاي ده اسهل حاجه، جاي اسهل ان شاء الله. تحب تقول حاجه للكاميرا قبل ما نقفل اليوم ونمشي؟ انا قلت لها هي مين؟ خلي بالك منها. ماشي. تحب تقول ايه يا محمود للكاميرا؟ ولا اي حاجه، عايز انام. انا عايز انام بس. دخلت على الكود بتاعهم، بصيت على التكنولوجيز اللي بيستخدموها، مفيش حاجه للحمايه خالص، مفيش اي حاجه للحمايه. ايه لا، مش اي حاجه للحمايه، هم كل حمايتهم الوقت. عامل لك ان الوقت ضيق مش هتعرف تعمل فيه حاجه، بس طول ما انت فاتح التاب نفسها فمش هيعملك حاجه. هم اصلا مش محتاجين ده، هم عايزينك تغش اصلا. حتى على فكره معظم اصلا الامتحانات دي بتبقى اوبن بوك عادي. هو كده انت في البيت اوبن بوك. صباح الفل. اسمه ده معظم الامتحانات بتبقى اوبن بوك. انت اصلا لو جيت بصيت هو زنقك بس في الوقت، ولما 50 سؤال في 45 دقيقه، يعني السؤال اقل من دقيقه. هو بس فقال له ابو عمرو بن علاء انت وادلج الناس لم يجبه، انت ما زلت هنا، هذا اللي فعله بك نومك، ان هذا سؤالك، ما زلت تسال هذه الاسئله، هذا فعله بك نومك، هؤلاء ادلجوا. يحدث الشيخ عبد الله بن نون رحمه الله عليه يتحدث عن اهل فاس، وتعلمون ان فاس كانت فيها القرويين، فيها مسجد القرويين الذي كان هكذا بحلق العلم. يقول كان عوام فاس أذكر لأبواب الفقه من علماء غيرها. بسبب ماذا؟ بسبب كثرة حلق الفقه. هذا يبدأ ابن عاشر، وهذا يبدأ رسالة أبي زيد، وهذا يدرس المختصر، وهذا يدرس المختصر الأوله، وذاك يبدأه من كتاب المعاملات، وذاك يدرس الموطأ، وذاك يدرس البخاري، وذاك الترمذي. هو درس على أبيه صحيح مسلم، ودرس عليه الترمذي. أمور هكذا. أنت ليكن درعك الجد، الدرع الجد، الدرع الكد، العمل. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكسل، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. فإذا تركت الكسل ادرعت الجد، الاجتهاد. الآن عندما يسير جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر في طلب حديث واحد، أي جد واجتهاد أعظم من هذا؟ حديث واحد. جابر في المدينة، عبد الله بن أنيس في الشام، ويركب إليه شهرا. ليش؟ لحديث واحد. انتظر حتى يكون عندك 500,000 حديث تسأله، رحلة طويلة. حديث واحد. قلت لهم مرة الآن يعقد درس في ال40 النووية، تحتاج أنت فقط تقطع الطريق ولا تأتي. هذاك يمشي شهر. يعني كيف تصل هذه الأمة الأمية ما عندها علوم؟ علومها هذه الأمة هو التاريخ والأدب والأنساب والشيء والقيافة وشيء من الضوابط الفقهية، القتل أنفايا، القتل، الدية على العاقلة، أشياء بقيت. هذا علم هذه الأمة الأمية. بعد مدة قليلة تفتح في العلوم الفتوح، تفتق فيها الفتوق. ايش هذا؟ كيف؟ لماذا؟ الجيد